المدرسين والمدرسات اللي بيدوا درس خصوصي والمرتشين والمختلسين، التلاتة زي بعض، ما بيفرقوش عن بعض حاجة. ليه؟ التلاتة بيخونوا الأمانة، خونة للأمانة. المدرس المفروض ان هو بياخد راتب شهري بمقابل ان هو يعلم الطالب او التلميذ في الفصل بتاعه في المدرسة بمقابل المرتب الشهري. بيخون الأمانة وما بيديش للطالب والتلميذ حقه في المدرسة بمقابل ان هو ياخد منه فلوس عشان يديله درس خصوصي، ويحمل على أهله أو يحمل أهله عبء هم أصلا شايلين زيه 100 عبء. تحميل الأعباء على المواطنين. حضرته له مبرره إيه بقى؟ أنا مرتبي 6000 جنيه أو 7000 جنيه هعيش بيهم إزاي؟ طيب أمال زميلك اللي هو الإداري ده، أنت مش معاك إداريين في المدرسة بتاعتك؟ زميلك الإداري ده عايش بال6000 أو ال7000 إزاي؟ بيسرق مثلا ولا حاجة؟ لا، على قد دخلك عيش، على قد لحافك مد رجليك زي ما بيقولوا. انت تحمد ربنا ان انت ليك مرتب اخر الشهر، غيرك لا اخر شهر ولا اول شهر ولا حيلته اصلا. واكتر الناس اللي انا بتكلم عليها ما حيلتهاش دي اللي اولادهم في المدارس، اللي انت بتديلهم فلوس وبتحمل اهاليهم عبء يجيبوا لاولادهم منين يدفعوا الدروس الخصوصيه. يا اخي ده حتى الطالب او التلميذ بيجي ياخد عندك درس خصوصي وما بيفهمش، يعني لو سالته قلت له السبعة في تسعة بكام والله ما بيعرف، والله حتى بيوصل الجامعه وما بيعرفش. يعني انت ما عندكش ضمير لا في الفصل ولا حتى في الدروس الخصوصيه. كده انت بتخون الامانه، والله العظيم خاين للأمانة. أنا عارف إن ناس كتيرة قوي زعلانة مني، ومنهم ناس مدرسين كانوا زمايلي، عارف إن هم زعلانين مني، ولكن دي الحقيقة. طالما الواحد بيقول الحقيقة خلاص، اللي يزعل ازعل لك شوية يا سيدي، بس أنا بقول الحق. أنت مبررك المرتب ما بيكفيكش، وبرضه اللي بياخد رشوة مبرره المرتب ما بيكفيهوش، وبرضه المختلس مبرره إن المرتب ما بيكفيهوش. كلكم في سلة واحدة. حرام عليكم، ارحموا الناس شوية، ارحموا الناس شوية. انت لو عندك اولاد المفروض بتاخد دروس وليك مرتب يا اخي 6000 ولا 7000، هتأكلهم وتشربهم وتعالجهم وتكسيهم وتدفع ايجاراتك وميتك وكهربتك وغازك وتدفع لهم دروس خصوصية من ال7000؟ ممكن يا سيدي. طب بقى اللي ما حلتوش خالص هيدفع كل ده منين ويدي لاولاده دروس خصوصيه منين؟ اتقي الله، اتقي الله. مش لازم تركب عربيات وتشتري بيوت وتتاجر في العقارات وتشتري اراضي على قفا الناس ومن دم الناس الغلابه. انت شايل امانه. المعلم ده اسمه مربي ومعلم، يعني المفروض ان تربيه الولد حتى انت مسؤول عنها قبل ابوه وامه. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله.